القرار ويمتلك المنصب ويمتلك الجاه وله مدخلية فيما يجري أو فيما يرسم الخارطة الاقتصادية للبلد أو السياسية أو الأمنية أيضا، مسؤولية كبرى تقع على عاتقهم وهم من يتحملون المسؤولية. انشغلوا بصراعاتهم النفعية والحزبية والفئوية وابتعدوا عن خدمة المواطن. السؤال هو هنا: ماذا جنى المواطن من الصراعات الساسة، من صراعات الحكومة والبرلمان؟ ما الفائدة التي عادت على المواطن؟ المواطن لا يهتم ولا ينشغل باجتماعاتكم وأوراقكم ولقاءاتكم وصراعاتكم، يريد منك خدمة، تقدم خدمة المواطن بهذا الأمر يهتم. عندما توفر الأمور اللازمة والضرورية للمواطن، في ذلك الوقت المواطن ينتبه إلى الاجتماعات واللقاءات والسياسة وما شابه. أما الآن فهو منشغل البال بما يوفر له الخدمة العامة، مثلا الكهرباء، أين الرعاية الاجتماعية، رواتب المتقاعدين، التعيينات، بهذه الأمور يهتم المواطن.